السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايب قلبي هنعمل مع بعض صينية فراخ بالبطاطس. ممكن تكون مختلفة شوية ولكن طعمها رائع، طعمها مفيش اروع من كده. عشان ما نطولش على بعض تعالوا بينا نقول ايه الحاجات اللي احنا هنستخدمها في الصينيه بتاعه البطاطس بتاعتنا النهارده. احنا عندنا فراخ هقطعها معاكم دلوقتي وهوريكم هتتقطع ازاي. عندي بطاطس مقطعاها حلقات، وطماطم وبصل ترانشات برضو. وعندي هنا مش باين، نحاول نبينه. عندي هنا توم، عامله الفص اتنين بس وسايباه بحاله كده، مش مدقوق ولا مفروم ولا حاجه. عندي هنا دبس رمان هتبل فيه الفراخ، وعندي هنا الصوص بتاع الباربيكيو هحط برده منه معلقه بيبقى حلو قوي. عندي هنا الملح، عندي التوابل بتاعتنا هنحطها مع بعض، توم باودر، بصل باودر، شويه بابريكا وفلفل اسود. وعندي معلقه طحينه ودي هستخدمها في النهايه خالص لما الصينيه بتاعتنا تتعمل. تعالوا بينا حبايب قلبي اول حاجه نقطع الفراخ ونشوف هنقطعها ازاي. كده يا حبايبي هاخد الفراخ بتاعتي وهقطعها الصدور حلقات كده بالشكل ده اهو. نقطعها كده كده بالمنظر ده اهو. هقطع الكمية كلها اللي انا هستخدمها على قد الصينية كده حبايبي. تمام. هشطف الفراخ بتاعتي بعد ما اخلص تقطيعها وارجع لكم تاني. هنا حبايبي قطعنا الفراخ، نبتدي بقى نحط الحاجات بتاعتنا عليها. نحط هنا شوية ملح، ومش هكتر الملح لان انا لسه هحط مرقة دجاج. تمام حبايبي. هحط شوية بابريكا كده، هحط شوية فلفل اسود، وهحط توم باودر وبصل باودر. دي كل التوابل اللي انا هستخدمها. هجيب هنا بقى احط معلقة كده من الصويا صوص، وهحط معلقة دبس رمان بيدي مزازة وطعم رائع للصينية دي اهو يا حبيبي. تمام. عملنا تتبيلة الفراخ الروعة دي. هقلب بقى الخليط ده كده كله كده حبايبي. يبقى كده عندنا الفراخ بتاعتنا اصبحت جاهزه، وعندي البطاطس والخضار اللي انا هستغله في الصينيه، والطحينه هسيبها للاخر خالص. هنجيب الصينيه بتاعتنا كده حبايبي. هنعمل ايه بقى؟ هجيب قطعه البطاطس، هحط فوقيها الفراخ، وهحط فوقيها الطماطم، وهحط فوقيها بصل كده حبايبي بالشكل ده. هرجع تاني هحط فراخ، وهحط بطاطس، وهحط طماطم، وهحط برضو حلقة بصل، وهكذا. احط بقى الفراخ والبطاطس اهو، والطماطم، ونحط بصل كده حبايب قلبي. شايفين بالشكل ده؟ نرجع تاني هنعيد. هحط فراخ، وهحط بطاطس اهو، ونحط طماطم،
ونحط بصل وهكذا. طبعا البصل ممكن انا الحاجات اللي هي الصغيره المقطعه اروح حطاها برضو هنا في النص بالشكل ده كده حبيبي. ما بين كل واحده وواحده هحط بقى الثوم كده، ما يعني مش لازم مع كل واحده كده، صحيح كده بالشكل ده. نرجع تاني اهو، هنحط الفراخ. اللي عايز يحط بطاطس يعني حلقتين بطاطس زي كده مفيش مشاكل خالص، نكتر في البطاطس مفيش مشكلة. وهنحط الطماطم وهنحط برضو الايه البصل. شايفين حبايبي اهو. هخلص الصينية كلها بالشكل ده وارجع لكم تاني كده حبايبي. خلاص خلصنا الصينية بتاعتنا. خد يا محمد حط دي في الحوض بالشكل ده. هنا حتتين فراخ صار الثوم تمام. بقت الصينيه بتاعتنا بالشكل ده اهو. طيب انا اتبقى معايا شويه زي دول كده، يعني ارميهم؟ طبعا ما ينفعش نرميهم، حرام، بس عشان نخلي شكل الصينيه بتاعتنا حلو وشكلها لذيذ كده زي ما انتم شايفين اهو. ممكن احنا بقى نعمل ايه؟ نحط الطماطم دي او البطاطس الاول كده حبايبي على وش الصينيه كده، عشان خساره طبعا ان احنا نرمي حاجه، حرام اهو. وفي الاول وفي الاخر احنا عاملين صينيه ايه؟ بطاطس اهو يا حبيبي كده الشكل بتاعنا اهو. برضو الطماطم نفس القصه، هحطها من على الوش كده حبايبي اهو. وكده خلصت رص الصينيه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه حبايبي ده. ما اخدتش مننا حاجه، متبله كويس ومحطوط عليها كل حاجه. اخر حاجه بقى هنحطها، هنحط شويه زيت، شويه زيت كده حلوين كده اهو. وهحط مكعب مرقه دجاج، دي بتعدل الطعم قوي يعني بتاع الصينيه بصراحه. اللي مش حابب ما يحطش، دي اختياري حبايبي مش الزام، تمام؟ دي اختيار اهو. هحط مكعب المرقه كده على الوش و ادخل الصينيه بتاعتي بقى. انا مشغله الفرن، ادخل الصينيه بتاعتي الفرن، ولما تطلع هنشوف الصينيه مع بعض بالشكل النهائي بتاعها بقت عامله ازاي. خليكم معايا اهو يا حبايب قلبي، يعني حاجه مفيش اسهل من كده ولا اروع من كده اهو يا حبايبي. ندخل بقى الصينيه بتاعتنا الفرن ولما تطلع هنشوفها مع بعض ان شاء الله رب العالمين. كده حبايبي طلعت الصينيه اهو بالشكل ده. اخر تكه هنعملها، هنحط عليها كده بس معلقه صغيره طحينه. معلقه الطحينه دي بتفرق قوي 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 في طعم الصينيه اهو يا حبايبي. بس كده، اللي مش حابب يحط التكايه البسيطه دي بلاش، ما يحطهاش. تمام حبايبي. دي كانت الصينيه بتاعه البطاطس بتاعتنا. عملنا معاها سلطه خضراء وعملت معاها مكرونه محمره كده حبايبي. وهي دي هريسه للي حابب يخليها حامي يعني سبايسي، مفيش مشكله. ودي كانت الصينيه بتاعتنا النهارده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. اتمنى تكون عجبتكم، وما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا جرس حبايبي عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير يا رب.